أنا أتمنى يعني من الفريقين أن تكون مباراة جماهيرية، وأن نعرف وندري أن الجماهير هي لب الموضوع، وهي اللي تعطي الروح العالية للفريقين. فأنا أتمنى من الجمهور الكويتي أيضا راح يتواجد في المباراة هذه بكثافة عشان يقدر يشجع فريقه ويوصله إلى المستوى اللي هو يطمح له. أدعو جمهور الكويت، جمهور نادي الكويت أن يحضر مباراة باكر، لأن مباراة باكر وايد مهمة حق فريق نادي الكويت وحاسمة حق نادي الكويت، لأن إن شاء الله إذا فزنا باكر الدوري 90% حق الكويت. وأتمنى وأكرر حضوركم ضروري لمؤازرة الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني اول شيء اشكر ديوان الكويتاوي واتمنى لهم التوفيق طبعا، وهذه بدايه خير احنا نعتبرها، لان ديوان الكويتاوي هو مكمل الى الاسره الكويتاويه. انا من خلال ديوان الكويتاوي اطالب الجماهير بالحضور، هي مباراه مهمه، مباراه مصيريه. نعم يمكن احنا في بدايه الموسم خذلنا الجماهير، لكن ان شاء الله باذن الله وجود الجماهير حافز لنا، وان شاء الله يكونون داعم خير لنا، وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء احيي الجميع واحيي جماهير نادي الكويت، واتمنى بكره لاعبين نادي الكويت يقدمون مباراه زينه مع فريق عريق مثل الفريق العربي، فريق ذو انجازات، ولكن نادي الكويت هو كذلك العميد وانجازاته كثيره وطموح لاعبين اكثر. نتمنى انها تكون مباراه راقيه جدا للفريقين ويتمتع فيها الجماهير العربيه وجماهير الكويت، وكل توفيق وكل يعني التمنيات لفوز فريقنا. معنويات لاعبينا جدا ممتازه، راهم بالملعب يعني شكل ثاني. نتمنى ونؤمل جماهير نادي الكويت بالفوز باكر، وان شاء الله اذا الله راد اعطانا عمر ان الدوري يكون من نصيبنا باذن الله. مشكور يا ديوان الكويت. جمهور نادي الكويت، كلمة صغيرة، الدوري ما خلص، مساندتكم باكر مهمة وضرورية للاعبينكم. توقع منكم الحضور الكبير ودعم اللاعبين، وإن شاء الله الفوز يتحقق. أنتم عليكم تسوون واجبكم، وأعتقد اللاعبين عليهم واجب أكبر في الملعب، والله يوفقنا إن شاء الله جميعا. كافي وريح بعيد هناك عرباوي، وباكر وعدنا معاكم داخل الملعب. الوضع محسوم والدوري كويتاوي، واللي يتحدى عميد الأندية يتعب. طبعا محمد غانم انخدع